والآن نأتي إلى التبريرات المضحكة والمخزية من أهل السقيفة لتبرئة عمر الذي جعلهم أضحوكا. نبدأ مع النووي، وأرجو من الإخوة ألا يضحكوا. صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء 11 صفحة 2018 يشرح الرزية ويقول: وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. ما شاء الله تبارك الله، كيف ذلك؟ دعونا نكمل. لأنه خشي أن يكتب رسول الله أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب الله. الله أكبر. عمر من فضائله ودقيق نظره أنه منع رسول الله من كتابة الكتاب. لماذا؟ لأن النبي عمر خشي أن يكتب الصحابي محمد بن عبد الله أشياء ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة. الله أكبر عليك يا نبي الله عمر. الحمد لله أن نبي الله عمر تدخل، وإلا فهذا الصحابي محمد رضي الله عنه وأرضاه كان حيودينا في 60 داهية. كان سينص في كتابه هذا أشياء ربما الآن نحن عاجزين عنها. فرحم الله عمر النبي الرحمة، وما أرسلنا عمر إلا رحمة للعالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل رسول الله خفي عليه هذا الأمر؟ هل الله سبحانه وتعالى سيوحي إلى نبيه بكتابة كتاب فيه أحكام وهو يعلم أن المسلمون سيعجزون عنها ويستحقون العقوبة عليها؟ هل الله سبحانه وتعالى يرضى على نفسه هذا؟ والله هؤلاء بسبب نبيهم عمر طعنوا في الله وفي رسوله. والله دمركم عمر، أقسم بالله العظيم. الله يأمر عبده بفعل الشيء ثم يعاقبه عليه لأنه يعلم أنه يعجز عن فعل ذلك الشيء. في أي دين هذا؟ نكمل التبريرات، أو بالأحرى الكفريات المخزية. فعلم النبي عمر أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة. النبي عمر علم أن الله أكمل دينه، أما صحابي محمد فلا يعلم، لا يعرف شيء. وأراد النبي عمر الترفيه على الصحابي محمد. عمر أراد الترفيه على رسول الله. عمر علم أن رسول الله سيكتب لهم كتاب يحتوي على 10 مجلدات ضخمة، فأشفق عليه عمر وقال له كلمة جميلة: يهجر يهذي. ومن حب عمر وشفقته لرسول الله أنه جعل أتباعه يشفقون أيضا على رسول الله وقالوا له يهذي. يعني أتباع عمر فهموا من عمر أنه أراد الترفيه على رسول الله، فقالوا رسول الله يهذي. ولم يكتفوا بهذا الترفيه، بل تسببوا باللغط والاختلاف ورفع الأصوات. ومن حب رسول الله الشديد لعمر أنه قال له: قم من عندي يا عمر، جزاك الله خيرا، علمت ما في بالي. نكمل هذه المسرحية المخزية. فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. عمر الجاهل بآية التيمم كما في البخاري أصبح أفقه من ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ قال: قربوا يكتب لكم. من الذي قال قربوا يكتب لكم؟ هو رسول الله. إذن عند النووي عمر أفقه من رسول الله، لأن ابن عباس لم يقل شيء من كيسه، فقط ردد مقولة رسول الله. الله أكبر عليكم يا أهل السقيفة، عمر أفقه من رسول الله؟ لا تصدق، شاهد معي.